السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ماي بسكوت. اليوم جبت لكم طورطة عيد ميلاد اللي كانت سهلة في التحضير. هاد الطورطة متكونة من زوج تاع لي زيتاج، واحدة بذوق الشوكولا والاخرى بذوق الفاني. الصغيرة اللي فيها 12 سنتيمتر القطر تاعها هي اللي درتها بالفاني، واللي فيها 18 سنتيمتر هي اللي بذوق الشوكولا. طريقة سهلة وسريعة التحضير، يعني حتى المبتدئين يقدروا يديروها. كل جينواز قطعتها إلى 4 قطع ولا 4 أجزاء، ودرت له مونتاج في اليوم الثالث. يعني خدمت الجينواز وخليتها ترتاح يومين، طبعا في الثلاجة بلاستيفي فيها في بواط. ومن بعد حضرت الكريمات عندي 3 تاع الأنواع تاع الكريمات: كريمة الزبدة، كريمة بذوق الفرامبواز، وكريمة بذوق الشوكولا الكراميل. والحشو درت ان مونتاج تاع في لي بوردور كيما راكم تشوفوا. درت لا كريم بور، وفي الوسط درت الحشو الكبيره، درت فيها حشو تاع لا غاناش مونتي شوكولا، ودرت عليها قطع من كيندر بوينو. والثانيه طبعا درت فيها حشو كريمة شانتي، تجي على هيئة اون غاناش مونتي فرامبواز، ايضا بان كولي دو فرامبواز. حضرتها غادي تلقوا كامل المكونات في صندوق الوصف. خليتهم يبردوا في الثلاجة لمدة ليلة كاملة. لو لوندومان بديت في لو ليساج طبعا كل ما نجبد ان بسكوي نليسيه الاخر يكون في الكونجيلاتور يشد روحه. من بعد نجبد اللي كان في الكونجيلاتور نكمله لو ليساج، ونعاود نرجع الاخر اللي كنت نديسي فيه. هكا بالوحده حتى كملتهم كامل. الكريمه الزبده اللي بقات لي ديت منها القليل، لونتها باللون الازرق، ودرت لي 2 بسكوي في الكونجيلاتور. شدت كريمه الزبده مليح روحها. من بعد بالبنسو قعدت نجبد كريمة الزبدة الملونة بالأزرق، وقعدت تكلي نطلي فيها من الأسفل إلى الأعلى. تحصلنا على الشكل اللي غادي تشوفوه. بعد عاود دخلتها في الكونجيلاتور وخرجتها، درت لي بوردور بالملون الذهبي، زينتها بالونات ذهبية، بالونات بعجينة السكر. وانتم التزيين لكم الاختيار فيه. كانت هذه اون ايدي بسيطة سهلة حتى للمبتدئين. تلقوا كما قلت لكم المكونات كاملة في صندوق الوصف. بغيت فقط نتقاسم معكم طريقة التحضير اللي كانت في عجالة، بس ما كاش عندي الوقت باش نصور. نتلاقاو في مرة أخرى في فيديو آخر، وإلى اللقاء.